السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد ووصفات من مطبخ كوثر صديقي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعواشكم مبروكة. الله يدخل عليكم الصحة والرزق واللي تمنيتو في خاطركم يا ربي. سمحوا لي تعطلت عليكم بزاف لظروف صحية. هنايا غادي نصاوب معكم الكنافة بريستيج بجوج اشكال، بالجبن والاخرى غادي ندير بالكراميل منزلي. خليكم على الفيديو، فرجة ممتعة. بالنسبة للكنافة استعملت هاد الكنافة من كامبو، كيتواجد في الكامبو كابايو دي انجيل. هنا غادي نستعمل زبدة تنصال بدون ملح. غادي نستعمل الحشوة، تقدروا تستعملوا هاد الحشوة ديال الاملو ديال اللوز، وتستعملوا كذلك بيستاج، وغادي نستعمل كذلك الجبن موزاريلا. هنايا غادي نستعملهم في هادو. والشكل الثاني غادي نستعملو في واحد المول. بالنسبه للكنافه غادي نسمها بسكر نكهه البرتقال، سكر كلاصي والزبده، والحشوه اختياري، املو، اللوز، بيستاج، اللي بغيتو، كركاع مع اللوز، كركاع مع بيستاج. وهاد القوالب اللي غادي نستعمل، هاد المول. وشكل الثاني بالجبن. هنا كنبدا على بركه الله. كنفتح هذيك الكنافه، غادي نقسمها على جوج، غادي نحلها مزيان، نفسخها مزيان. النص غادي نطحنو والنص غادي نخليه هيداك باش ندير فيه كنافه بالجبن. هذه حليتها مزيان، فسختها مزيان، غادي نخليها جانبا. وغادي نضيف ديك الزبده اللي وريت لكم سنصال، غندوبها وغادي ندير معها سكر كلاصي. غادي ندير 2 معالق كبار سكر كلاصي. النص غادي نطحنو، النص غادي نخليه هيداك باش نديرو في داك المول ديال الطاجين ديال الفران. هذا المول اللي استعملت. استعملت الجبن الموزاريلا. وهاد القوالب اللي قلت لكم غادي ندير فيهم الكنافه البريستيج. الاول غادي ندير كنافه بالجبن. هنا غادي نطحن الكنافه، نحتفظ بها باش يجي لي الشغل سهل. نخدم هذيك الكنافه. هنايا درت السيرو، كاس ديال السكر مع كاس ونص ديال الماء ونص قشره ديال الحامضه. نخليوه يغلى فوق البوطه. نخليو هاد القدر، كاين كيقولوا القدر او السيرو. هنايا بالنسبه للكنافه ديال هاد الطاوه درت فيها زبده مذوبه، درت شويه سكر كلاصي. صافي كندير كطبقه اولى ديال الكنافه باش نضيف عليها الجبن، ومن بعد نغطيه بهذيك الكنافه اللي بقات، ونسقيها بديك الزبده الدايبه، وندخلوها الفرن.
كنتمنى تجربوها. سهلة وكيجي مذاق واعر. يا سلام، ثقوا بيا، جربوها وردوا عليا. بالنسبة للشكل الثاني درتو في هذوك القوالب. من بعد ما طحنت هذاك الكنافة ضفت ليها الزبدة كذلك وسكر كلاصي، وتنسموها بالسكر الفاني ديال ما زهر او ما ورد. صافي كنبقى نثبتهم مزيان في هذوك القوالب باش يعطيني هذاك الشكل اللي كيجي، باش ندير وحده فوق وحده وندير في الوسط كراميل منزلي درتو صوبتو انا. وتقدروا ديروا حتى كريمه ديال اللوز مع الفواكه الجافه المكسرات. وهنا من بعد ما طاب من الفران كما كتلاحظوا كيتحيدوا بسهوله بلا ما دهنت الطاوه. وكنسقيهم بهذاك القدر او السيرو، ومن بعد كندير كراميل واللوز وشويه البيستاش وكنلصقهم وحده فوق وحده. خليكم معايا تشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي لهاد الكنافه بريستيج بالكراميل، اللوز والفستق. كيجي المذاق يا سلام وشكل جميل. كنتمنى يعجبكم الفيديو. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد. ورمضان كريم.